ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ احلى بتنجان مخلل تكليف حياتك. يلا بينا نشوف طريقة البتنجان المخلل ده اتعمل ازاي، بالدقة بتاعته، بكل الخطوات والتركات اللي تطلعهولك جميل وزي العسل كده، ولونه بنفسجي كده، قلبه بنفسجي من جوه. يلا بينا نشوف الخطوات ونشوف هنعمل ايه. ازيكم يا حبايبي؟ اهلا بيكم في قناه من منزل شيماء. عاملين ايه؟ وحشني قوي قوي قوي. وصفتنا النهارده البتنجان العروس المخلل. جبت البتنجان كده وغسلته، وشلت كده القمع بتاعه من فوق، وحطيت ميه على النار وحطيت فيها 3 معالق خل. ولما الميه ابتدت تغلي ابتديت اسقط البتنجان فيه. خلاص، يبقى انا هنا البتنجان ده غسلاه غسله حلوه عشان انا هحتاج الميه اللي مسلوقه فيه. وشلت كده القمع بتاعه من فوق. وحطيت في ميه السلق 3 معالق خل. طب ليه الخل؟ عشان الخل بيخليه لونه بنفسجي كده وقلبه بنفسجي من جوه. بصوا لونه بقى جميل ازاي. هنا بقى خلصت كده سلق البتنجان. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. دي الميه بتاعته اللي انا قلت لكم ان انا هحتاجها. يلا بينا نشوف كده هنعمل ايه مع بعض. يلا نعمله الدقة كده. متنسوش اللايك والشير والكومنت الجميل علشان قناتنا تكبر اكتر واكتر، وانزل لكم وصفات اكتر واكتر. هنا بقى هبتدي نعمل الخلطة مع بعض، او الدقة اللي هحشي بيها. معايا هنا حوالي من معلقة توم، على حسب الكمية اللي انت عاملاها من البتنجان. حطيت معلقة توم عليها معلقة هريسة شطة او اكتر، علشان كمية البتنجان عندي حلوة. وهحط بقى عليهم خل. وهحط خل حوالي من 4 معالق خل. يبقى انا حطيت في الدقه هنا 4 معالق خل. حطيت معلقه توم، حطيت معلقتين هريسه شطه كبار او 3. هعصر ليمونتين. هحط ملح، هديله الحدق بتاعه كده بقى، وشويه زيت. ودي احلى دقه تحشي بيها بتنجان. تحشي بيها بتنجان مقلي. اي حاجه عايزه تتحشى من المخللات الدقه دي تنفعها، حلوه جدا. خلاص هقولها لكم تاني. عبارة عن 3 معالق هريسة شطة أو معلقتين، الكميات دي حسب رغبتك. معلقة توم مدقوقة أو مفرومة. حطيت 4 معالق خل. حطيت ملح. هحط ليمون معاك وهو ليمونتين حلوين. وهبتدي بقى ايه، اقلب الخلطة دي حلوة جدا. هفتح البتنجان معاكوا كده وهتلاقوا قلبه ابيض زي البفتة. ده من ايه؟ ده من الخل اللي انا حطيته وانا بسلق البتنجان. هعصر بقى ليمونتين حلوين كده على الدقة. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. متنسوش يا حبايبي اللايك والكومنت الجميل. يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم. حبة مخلل بتنجان كده محدش بيستغنى عنهم في تلاجته. تحطيهم كده في علبة وتحطيهم في التلاجة، تسحبي منهم كده. لو عملتي سندوتش بتنجان بحتة جبنة خلاص الموضوع عدى. هبتدي بقى كده افتح البتنجانية، هتلاقوا قلبها ابيض اهو زي ما انتوا شايفين. يا رب عليك صلاح الحال، اصلح حالنا وحالكم يا رب، اللهم امين. اهو كده هبتدي بقى احشي بالخلطة الجبارة اللي انا عملتها وهقولها لكم تاني. خلطة البتنجان دي عبارة عن هريسة شطة زي ما انتوا شايفينها كده. حطيت حوالي من 3 معالق هريسة شطة، على معلقة توم، على ملح، على 4 معالق خل، على ليمونتين، وحبة زيت. خلاص حطيت حوالي من 3 معالق زيت. وهبتدي احشي البتنجان وكله بقى احلى بتنجان في الدنيا. الله على طعم البتنجانة كده. يعني لما تسيبيها يوم وتاني يوم تاكلي منها طعمها خرافة. هبتدي بقى احشي كده البتنجان معاكم اللي انا مفتحاه كله. كله زي العسل، قلبه ابيض زي الفل اهو شايفين. ده من ايه؟ ان احنا غسلناه حلو وحطينا في مية السلق بتاعته 3 معالق خل. خلاص 3 معالق 4 معالق مش هتفرق. اهو كده في حتة مش حلوة هشيلها، مش هستغنى عن البتنجانية كلها مادام البتنجانية قلبها ابيض اهو كده. جربوا بقى طريقة البتنجان المخلل دوت، طعمه حلو جدا مع شوية بامية بقى، مع شوية ملوخية خضرة بالطشة كده، يا سلام. اهو كده هحشي بقى الكمية كلها
ونشوف هنعمل ايه مع بعض تاني. ما تنسوش بقى اللايك والكومنت الجميل والشير لأصدقائكم وحبايبكم عشان وصفاتي توصل لكل الناس. هنا بقى ديت المية اللي انا سلقت فيها ايه، سلقت فيها البتنجان. بعد ما خلصت حشوة البتنجان كده سبت حبة حباش او حبة خلطة من اللي انا بحشي بيهم، حطيتهم كده على وش البتنجان وابتديت انزل بالمية كده اللي انا سلقه فيها البتنجان. طب اشمعنى الميه اللي انت سلقه فيها البتنجان؟ لان الميه فيها الفيتامين كله بتاع البتنجان. لما سلقنا البتنجان نزل الفيتامينات كلها بتاعت البتنجانه كده في قلب الميه، وانا طبعا حاطه لها خل، يعني حبه بتنجان زي العسل.